صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده سهل جدا هيعجبكم باذن الله. حلويات جميله هتنفعنا في رمضان. سهله جدا، مكوناتها خفيفه جدا وبسيطه. مفيش لا بيض ولا لبن، ولا سمنه ولا زبده. هتعملي حاجه كده ما بين البسبوسه كده والرواني. سهله قوي. وهنعمل لها كده بدل الشربات حاجه زي صوص كده بالبرتقال، طبعا متوفر دلوقتي في الاسواق ورخيص طبعا وجميل. وطبعا للناس اللي ما بتحبش السكريات تماما هيعجبها الوصفه جدا. يلا بينا. اللهم اني وكلتك امري فكن لي خير وكيل، ودبر لي امري فاني لا احسن التدبير. بسم الله الرحمن الرحيم. في بوله هنحط نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت. الكوبايه هنا يا جماعه معيارها 200 ملي، فطالما قلنا نص يبقى النص ده 100 جرام. يبقى 100 جرام من السكر، 100 جرام من الزيت. قلبناهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء او اليدوي لغايه ما السكر يدوب تماما. بعد ما السكر يدوب هنحضر معانا معلقه كبيره من الخل، والخل هنا بديل للبيض. كنا المفروض مثلا نحط بيضايه مثلا في الوصفه هنا. انا لغيت البيض عشان تبقى وصفه يعني مفيش بعد كده توفير بقى، فلغينا البضايه وحطينا مكانها معلقه الخل. تمام. هنقلب طبعا الخل مع السكر مع الزيت، وهننزل عليهم بكوباية ونص من البرتقال بعد ما عصرناه. متأسفة يا جماعة عشان تعبانة بس شوية، معلش على صوتي. كوباية ونص من البرتقال بعد ما عصرناه وصفناه. هننزل نقلب كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي، وبعدين هننزل بقى بالمواد الجافة بتاعتنا. عندنا هنا كوباية ونص من السميد اللي هو دي السمولينا بتاع البسبوسة، ونص كوباية من الدقيق العادي. كوباية ونص هنا بمعيار الكوباية اللي عندي، يعني 300 جرام. 300 جرام من السميد و100 جرام من الدقيق العادي. هننزل بالمواد الجافة وننزل عليهم بكيس من البيكنج باودر. تمام. انا هنا كنت بدوق كويس قوي لاني لاحظت ان في بعض تكتلات من السكر، وده طبعا لازم بتاع السكر بتاعنا يكون دايب تماما. متأسفة. هننزل بالكوباية التانية ونقلب كويس قوي، وننزل بكيس البيكنج باودر. هنبدأ بقى نقلب مكوناتنا كلها. تمام. وطبعا نتأكد ان مفيش اي تكتلات. انت هتبصي تلاقي دلوقتي في كده فوران ما بين الخل والبيكنج باودر، ده هيشتغل كمادة رافعة معاكي، هيظبط الوصفة جدا بديل للبيض. فما تخافيش ابدا من اننا ما حطيناش بيض. بتمنى بقى تعملوا لي شير ولايك كتير لو الفيديو عجبكم وصلتوا معايا لغاية النقطة دي. طبعا في الوقت ده نكون مسخنين الفرن بتاعنا زي ما تعودنا. دايما بقول الجملة دي، الفرن دايما لازم يبقى سخن عشان ما تحطيش الحاجة بتاعتك في الفرن فايه على البارد، فالسوا بتاعها ما يبقاش مظبوط. تمام. قلبنا كله تمام اهو، والخلطة بتاعتنا بتبقى عاملة زي الكيك بالظبط. تمام. وبعدين هنصبها بقى عندنا، يكون محضرين الصينية بتاعتنا. عايزاها تبقى عالية، فخلي الصينية بتاعتك مثلا 26 مثلا مقاسها. تمام. عايزة المقاس يبقى رقيق، كبري الصينية بتاعتك مثلا تبقى 30. فبراحتك خالص، دي ليكي حرية الاختيار في الموضوع ده على حسب السمك اللي انت عايزة. هي تعتبر شبه الكيك، مش بسبوسة، لكن طبعا معمولة بالسميد. خفيفة جدا، هشة قوي قوي قوي. وبصي كأنك ما تتعبيش لما تاكليها، حاجة كده خفيفة جدا. نزلناها في الصينية بعد ما دهناها كويس جدا بالسمنة او الزيت، ورشيناها كده بشوية من السميد عشان طبعا تبقى سهلة معانا لما نيجي نقلبها. دخلناها الفرن بتاعنا، طبعا فرن سخن. اول ما تاخد اللون من تحت
على فكرة ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، تاخد اللون من تحت نولّع الشواية من فوق عشان تاخد اللون من فوق. حطينا هنا بقى في الكسرولة كده على النار كوباية إلا ربع من السكر، عليها معلقة من ملح الليمون، ومعلقتين من المَيّة، هنرفعهم كده على البوتاجاز بتاعنا. إحنا محتاجين السكر يدوب بس، مش أكتر من كده. يعني مش عايزينه يتكرمل عشان بس ما تطوّليش وفجأة تلاقيه كرمل معاكِ فالصوص اللي إحنا عاملينه يبوظ، يعني لازم تاخدي بالِك من النقطة دي، لإن هو بيتكرمل في ثواني، لونه بيغيّر في ثواني. فأنتِ يا دوبك إحنا معلقتين المَيّة عشان السكر بس يدوب حاجة بسيطة كده. هتنزلي عليهم ب300 جرام من عصير البرتقان برضه، وبعدين هنقلّب بقى أي تكتلات عندِك من السكر هتدوب دلوقتي ما تقلقيش خالص. تمام، كده بدأ يغلي. بعد ما غلي بقى هنحضّر كده معلقة أو معلقة ونُص من النشا. أنا كنت محضّرة معلقتين من النشا ما استخدمتهمش كلّهم، معلقتين من النشا على معلقتين من المَيّة ما استخدمتهمش، لإن أنا حسّيت إن هو كده وصل للقوام اللي أنا عايزاه. أنا مش عايزاه سميك أوي عشان يتشرّب الكيكة عندي، تمام. فحطيت في حدود معلقة أو معلقة ونُص كده من النشا، هو ده اللي احتاجته. وأنتِ هتبُصّي السُمك هتعرفيه زي ما أنتِ شايفة كده، السُمك بتاعِك يوصل لكده يبقى تمام. محتاجين الصوص بتاعنا يبقى سُخن برضه عشان يتشرّب كويس في البسبوسة بتاعتنا أو الكيك بتاعنا. طلعت من الفرن زي ما أنتم شايفينها كده جميلة، هشة جدًا، طرية جدًا، جدًا، جدًا. قلبناها، شوفي أنا قلباها وهي سخنة ما فيهاش أي مشكلة، حتى الصينية مش لاصقة يعني، أو هي غير يعني صينية ألمونيا عادي ما فيش أي مشكلة، بس اتقلبت بمنتهى السهولة. لإن إحنا كنا داهنينها كويس بالسمنة وحاطين طبعًا السميد، فكان عامل عازل، فقدرت إن أنا أنزّلها بمنتهى السهولة وهي سخنة لسه خالص، زي ما أنتم شايفين كده البخار طالع منها. عملنا لها كده شككناها كده بالسكينة، اللقطة دي ما جاتش معلش. وبعدين حطينا الصوص عليها، شككناه بالسكينة عشان طبعًا تتشرب الصوص بتاعنا، لإن إحنا طبعًا مش هنسقيها بالشربات. هتنزّلي بقى الصوص بتاعِك أي كمية بقى أنتِ عايزاها، عايزة تزوّدي دخّلي كده من تحت برضه لو عايزة من تحت الكيك كده، أيوه زي ما أنا بادخّل كده على قد ما تقدري علشان تتشرّب صوص. وهي برضه هتنزل من الشكوك اللي إحنا شككناها بالسكينة. هننزّل الصوص كلّه، أنا ما نزّلتوش كلّه على فكرة، كانت الكمية يعني اكتفت لغاية هنا كده، يعني اتبقى منّه معلقتين مثلًا. زيّناها، هتعجبكم جدًا الوصفة، خفيفة جدًا يا جماعة، لذيذة أوي، أوي، أوي يعني. مكوناتها طبعًا ما فيش بعد كده، هتنفعكم جدًا في رمضان. أتمنى أشوفكم على خير، كل سنة وأنتم طيبين. أتمنى بقى تعملوا لي لايك كتير، كل سنة وأنتم طيبين.